الحرب الخاصة وتمزيق الوعي الكردي، قراءة في الجرح العميق بين فكر أوتشيلان وتجربتي الشخصية، بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. الحرب التي تخاض ضد الكرد لم تكن يوما حربا تقليدية، ليست صراعا على جبل ولا معركة على مدينة ولا مواجهة عند الحدود. الحرب الحقيقية كانت دائما في الداخل، في العقل الذي يعاد تشكيله، وفي الروح التي تعاد برمجتها، وفي الوعي الذي يصاغ ليكون تابعا خائفا مستسلما. هذه هي الحرب التي تحدث عنها عبد الله أوتشيلان حين قال إن أخطر ميادين الصراع ليست ميادين للنار بل ميادين الوعي، وأن المجتمع يهزم حين يهزم عقله لا حين تنهزم جيوشه. كان أوتشيلان يرى أن الهدف الأول للأنظمة التي حكمت الكرد لم يكن القضاء عليهم ككتلة بشرية، بل القضاء على قدرتهم على أن يكونوا أمة. لذلك قال في إحدى مقولاته: إن القوة التي تفكك الوعي أخطر من الدبابة التي تفكك الجسد، وإن الحرب الخاصة تسعى قبل كل شيء إلى جعل الكردي يشك في نفسه، يشك في أخيه، يشك في قدرته، ويعيش تحت ثقل شعور دائم بالدونية. فحين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لا يحتاج العدو إلى قمعه، لأنه سيقمع نفسه بنفسه. هذه الحرب لم تحطم الوعي فقط، بل شوهت علاقة الكردي بالكردي. إنها حرب صنعت في داخلنا ما يشبه العدو الخفي، عدوا يتكلم لغتنا، يحمل وجوهنا ويرتدي أسماءنا، لكنه يعمل بقصد أو دون قصد لصالح من يريدون هذا الشعب مشتتا وممزقا. وحين نظر أوتشيلان إلى هذه الظاهرة وصفها بأنها أخطر أدوات الأنظمة، لأنها تحول المجتمع إلى حلبة صراع يفترس فيها أبناؤه بعضهم باسم الغيرة أو الحسد أو النخوة أو الشرف أو الوطنية. من هنا أفهم جيدا لماذا يهاجمني الكرد أكثر مما يفعل الغرباء. الغريب يرى رأيي فيناقشه، يختلف أو يتفق، لكنه لا يحمل تلك العقدة الوجودية التي يحملها بعض أبناء شعبي حين يرون كرديا يتحرك خارج القالب الذي رسم لنا عبر أجيال. أما الكردي المكسور من الداخل المتشرب بثقافة الهزيمة فيرى كل خطوة يخطوها كوردي آخر نحو الوعي أو الحرية أو الكتابة أو الفكر تهديدا لواقعه المستكين. كل كلمة أكتبها ليست كلمات بالنسبة له، بل صفعة تذكره بما كان يجب أن يكونه ولم يكن، وبما يمكن أن يفعله ولم يفعله. نجاح الغريب لا يهزه، فهو طبيعي في معادلاته القديمة التي تشربها. أما نجاح الكرد فكارثة، لأنه يمزق الدائرة التي خيطت حوله بإتقان، دائرة تقول له إنك لا تستطيع، وإنك محكوم بقدر دائم لا يسمح لك أن تتجاوزه. لذلك يتحرك داخله الحقد الأسود كلما رأى كرديا يخرج عن الطاعة، كلما رأى كرديا يفكر بصوت عال، كلما رأى كرديا لا يخضع لنظرة الجماعة ورضاها. وهناك نوع آخر من الكرد رأيته في حياتي، المنافق الذي يقترب باسم الأخوة، يبتسم، يتودد، يقسم بأنه معك، لكنه ينتظر اللحظة التي يغرس فيها السكين في ظهرك حين تقع في خطأ أو حين يظن أنك وقعت. هؤلاء ليسوا أشرارا بالفطرة، هم نتاج حرب خاصة أفرغت قيم الأخوة من معناها. الأخ بالنسبة لهم ليس من يستر، بل من يظهر عيوبك ولو لم تكن موجودة، ليس من يحميك، بل من يقف على الحافة يترقب سقوطك ليصفق أمام الناس. هذا النموذج لم يخلق صدفة، بل هو نتيجة قرون من حرق الوعي ودفن الكرامة وتعليم الشعوب المقهورة أن ترى نجاح بعضها خطرا لا شرفا. ومع كل ذلك لا أشعر بالغضب منهم، أشعر بالشفقة، لأنني أرى المرض الذي يسكنهم، أرى كيف استطاعت الأنظمة أن تعيد تشكيل وعيهم حتى صاروا يهاجمون كل ما يشبه النور ويحمون كل ما يشبه العتمة. أرى كيف صاروا أدوات غير واعية لحرب لا يعرفون أنهم جنودها. أرى كيف جعلتهم السياسة عبيدا يبحثون عن خطأ صغير ليبنوا عليه جدارا كبيرا من العداء. أستمر في الكتابة لأن الوعي لا يستعاد بالصمت، أستمر لأن الحرب الخاصة تهزم بالكلمة قبل أن تهزم بالسلاح، أستمر لأن كل نص يكتب خارج هذا القيد هو ثقب صغير في جدار طويل بني على خوفنا، أستمر لأن الصمت هو الاستسلام الحقيقي، ولأن الصوت الحر مهما كان ضعيفا يبقى أقوى من 1000 جدار صامت. يوم يستعيد الكردي احترامه لنفسه، يوم يتوقف عن الخوف من نجاح أخيه، يوم يكف عن الهرب من الحقيقة والاختباء خلف جدار النفاق، سيكون قد بدأ أول خطوة في هزيمة الحرب الخاصة، وساعتها فقط سيستطيع أن يرى العالم بعين الحر لا بعين العبد. بقلم صلاح الدين الكردي نوبار.